أهلا بيكم في قناة همس الحيوان. أنا ماري ودي قناتي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو إزاي الحيوان الأليف بيخفف عنك التوتر والقلق وحتى الاكتئاب. يلا بينا نشوف. كلنا بنمر بأيام صعبة، أوقات بنحس إن إحنا لوحدنا، أو نحس بتوتر وقلق من مشاكل الحياة أو حتى مشاعر دي بس مش قادرين نفسرها إيه هي دي بالظبط. لكن اللي مش ناس كتير بتعرفه إن وجود حيوان أليف في البيت بيعمل فرق كبير جدا على نفسيتنا وعلى حياتنا. هو بس مش كونه موجود، لكن حضوره وطريقته هي اللي بتعمل الفرق وتفاعله معانا. هي حاجات بسيطة لكنها بتلمس القلب. أنا شخصيا حصل معايا كده فعلا. أوقات كتير كنت ببقى مضايقة فيها، تعبانة فيها، أو حاسة بإحباط. بلاقي بيلا تقعد جنبي وتبصلي وكأنها بتقولي أنا جنبك، أنا حاسة بيكي. كمان نالا كانت تيجي جنبي وتتمسح فيا وتيجي جنبي وتنام. مجرد لمسة منهم وحاجات زي كده فعلا كانت بتريحني جدا. ده الحاجات دي بدون كلام، وفعلا الدراسات أكدت الكلام ده. الدراسات بتقول إن تفاعل الإنسان مع الحيوان زي اللعب أو حتى اللمس بيزود هرمون اسمه الأكسيتوسين، وده بيخلي جسمنا يحس بالراحة والاطمئنان، وكمان بيقلل هرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول. وفي دراسة تانية أثبتوا أن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للاكتئاب، وحتى لو حسوا بقلق أو ضيق بيتعاملوا معاه بشكل أفضل. كمان وجود الحيوان الأليف بيخلق روتين يومي، زي انك تصحى تأكله وتنظفه وتلعب معاه، تنظف له مثلا لو قطة بتنظف له الليتر بوكس، لو كلب بتخرج معاه لازم طبعا ينزل يعمل تولد بره، او يتمشى، لازم يتمشى طبعا بره الكلب. ما ينفعش يقعد على طول في البيت، لازم يطلع كل يوم على الأقل في اليوم 3 مرات. فطبعا بيخلق روتين يومي انت بتعمله، فبيطلعك من الجو اللي انت فيه، سواء كان احباط او قلق او ضيق، بتطلع من ده. فبيخلي دايما ذهنك مشغول، يخرج عن دوامة الأفكار والأفكار السلبية وأي فكر يجي في دماغك، لأن خلاص بتطلع من الموضوع ده. وعشان كده أنا شايفة أن تربية الحيوان مش بس مسؤولية، لكن كمان هي نوع من العلاج والدعم النفسي. ولو كنت حاسس أنك بتمر بضغط نفسي أو حاسس بوحدة، جرب تتبنى حيوان أليف أو حتى اقضي وقت بسيط مع كائن لطيف، هتحس أكيد بفرق حقيقي. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن إزاي الحيوان الأليف ممكن يخليك نشيط أكتر وتعيش حياة صحية. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أي حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. ونشوفكم قريب جدا في فيديو جديد، وبتمنى لكم من كل قلبي كل سلام وكل حب وسعادة، وباي باي.